بيبدأ الفيلم مع محقق متقاعد فاقد الذاكرة اسمه روي، ونعرف ان الزهايمر ده جاله بسبب الادمان على الكحول، وعلشان كده كاتب معظم معلوماته الشخصية عنده على الجدران. وبنشوفه كده وهو قاعد مع الدكتورة المسؤولة عن حالته، ويلاقي انه مش فاكر اي حاجة عن حياته اللي فاتت، حتى اسم امه واسم المدينة اللي اتولد فيها. والدكتورة بتعمل له عملية وهي عبارة عن زرع شرائح كهربائية في المخ علشان تحفزه انه يرجع يفتكر مرة تانية بشكل طبيعي. وبعد العملية بيكون روي قاعد في بيته، يجيه اتصال من مجهول وبيقول له انه من منظمه خيريه وبتساعد المساجين الابرياء ان هم يثبتوا براءتهم قدام القضاء، وبتطلب تقابله وبيروح لهم، وبتقول له المسؤوله ان هي عايزاه بخصوص قضيه كان بيحقق فيها زمان، وتم اتهام واحد اسمه اسحاق فيها بالرغم من انه بريء وهيتعدم خلال شهر، وطالب انه يقابلك بالاسم. بيوافق روي وبيقابله، وبيرجع بعدها للبيت وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي القضيه بتاعته، وبيتضح ان هي قضيه قتل لدكتور معروف اسمه فيدر، وهي قضيه قديمه من سنين. واليوم التاني بيروح روي علشان يقابل اسحاق، وبيتكلموا مع بعض، وبيقول له روي انه قرأ في ملف القضيه وانه كان في بيت فيدر ساعه الجريمه. فبيرد اسحاق وبيقول له انه كان هناك فعلا، لكنه كان عايز يسرق البيت بس قبل ما يعمل اي حاجه دخل شخص على فيدر البيت وقعد يضرب فيه لحد ما موته، وبعدها هرب. ولما البوليس وصل قبض على اسحاق لانهم لقوا بصماته هناك، لكن روي ما بيكونش مصدق كلامه، ولكن اسحاق بيترجاه انه يفتح التحقيقات من تاني لانه مش فاضل له غير شهر واحد بس وهيتعدم. وبيقول له ان في واحد اسمه ريتشارد كان بيجي له من فتره ومهتم بموضوع القضيه، وبيرجع روي للبيت وهو محتار اذا كان يدخل في الموضوع ده ولا لا، لكنه بيفتكر ان الدكتوره قالت له انه محتاج يفضل مشغل دماغه طول الوقت علشان ينشط الذاكره والذاكره ترجع له تاني. وبيفتح ملف القضيه تاني ويلاقي ان اللي ماضي على الملف هو صاحبه وزميله في الشغل جيمي، لكن مفيش اي امضاء من روي بالرغم من ان التحقيق كان المفروض انه تحت ايديهم هما الاثنين. ويروح روي بعد كده لجيمي، وبيتفاجئ جيمي اول ما بيشوفه، ونعرف ان جيمي هو كمان متقاعد وان هما ما اتقابلوش من سنين. وبيقعدوا مع بعض في بيت جيمي، وبيقول له روي على حالته وانه ممكن ما يكونش فاكر غير حاجات قليله جدا من ذكرياتهم زمان. وبيفتح القضيه، اول ما بيسمع جيمي اسم القضيه دي بيتعصب، وبيساله ايه اللي فكرك بيها بعد كل السنين دي. فبيقول له ان فتحها تاني بناء على طلب اسحاق اللي بيدعي ان هو بريء، وبيطلب منه انه يوصله بشخص اسمه ريتشارد. فبيوافق جيمي وبيقول له انه هيحاول يوصله بريتشارد. وبيرجع روي للبيت وبيقعد يقلب في حاجاته القديمه، وبيلاقي وسطها صوره ليه مع زوجته، لكن الزجاج بتاعها كان مكسور. وفي اللحظه دي بتجيله مكالمه من جيمي وبيقول له ان لقي ريتشارد، وبيبعت له العنوان. فبيروح روي وبيكتشف ان ريتشارد مات بسبب جرعه زائده من المخدرات، لكن روي مش بيبقى مقتنع بالموضوع ده لان ريتشارد كان مدمن، لكن ايده كانت سليمه ومش باين عليه اي اثر يدل على الادمان. لكن جيمي بيقول له ان ممكن يكون مبتدئ وخد جرعه زايده بالغلط. وفي الوقت ده بيشوف روي ذكرى سريعه جدا لريتشارد وهو واقف في مسرح الجريمه زمان وهم بيحققوا. وتاني يوم بيروح جنازه ريتشارد، وبعد الدفنه بيقف روي مع اخو ريتشارد. فبيساله روي ان كان ريتشارد مدمن على المخدرات ولا لا، فبيقول له اخوه ان دي اخر حاجه ممكن ريتشارد يفكر فيها. وبيعرفوا روي ان ريتشارد كان كاتب مذكراته، فبيستأذن من اخوه انه بياخدها معاه، ويرجع البيت ويقرأ مذكرات ريتشارد. وبيعرف ان في يوم من الايام كان رايح لحفله كان عملها دكتور فيدر، وفي اللحظه دي شاف بنت جميله اسمها لورا، ودي تبقى تلميذه دكتور فيدر النجيبه، وحصل ما بينهم اعجاب متبادل وقربوا من بعض. وبنعرف ان ريتشارد كان بيكتب روايه، وبعد ما خلصها اداها لورا علشان تقراها، وفعلا ابدت اعجابها بالروايه دي. لكن في نفس اليوم وصل له خبر موت والده، وكمان كان الخبر الاسوأ ان المصروف اللي كان بيبعته له هينقطع. فقررت ساعتها لورا تساعده، اخدته يقابل الدكتور فيدر علشان يشوف له شغلانه، وفعلا وظفه عنده وهو انه ينظم له المكتب بتاعه. وفي يوم وهو شغال كانت لورا قاعده مع فيدر في الجنينه، ويلاحظ ريتشارد ان في نظرات اعجاب متبادله، ويشك ان في حاجه ما بينهم. وبعدها بفتره قصيره كان ريتشارد مستني لورا على العشاء، لكنها اتصلت بيه ولغته وقالت له ان هي مش هتقدر تقابله. فراح لبيت الدكتور فيدر ولقي لورا بتخونه معاه، فرجع لسكنه. وتاني يوم بيكون واقف في المكتبه وبيلاقي مجموعه من الورق بخط ايد لورا، وكان واضح انه بحث لورا بتكتبه. وبيدخل عليه فيدر في اللحظه دي وبيديله ريتشارد الورق ده، فبياخده وبيشيله وبياخد ريتشارد معاه وبيقول له انه هيعمل له الاكل بايده. واثناء ما هم قاعدين بيقول فيدر لريتشارد انه عايزه يبعد عن لورا ويقطع علاقته بيها. فبيوافق ريتشارد لانه ما كانش قدامه حل تاني. ولما رجع لبيته بالليل لقى لورا لمت كل هدومها وهربت. وتاني يوم لما بيروح الشغل بيلاقي فيدر اتقتل، وريتشارد ساب الشغل بعدها. واكتشف بعد كده ان قبل موت فيدر بفتره لورا راحت لواحده اسمها سوزان، ودي تبقى صديقه لفيدر وشغاله في وزاره الدفاع، وهي اللي اخذت البحث منه علشان تنشره باسمه. وقتها لورا اتهمت الدكتور فيدر بسرقه البحث بتاعها، لكن سوزان قالت لها مفيش اي دليل يثبت ان البحث ده خاص بيكي. وبعدها باسبوع فيدر اتقتل.
ولورا اختفت تماما. وبيكمل ريتشارد بعد كده كلامه في المذكرات بتاعته، بيقول انه شافها بعد كده في يوم من الايام، لكن المذكرات وقفت لحد هنا. وبيروح روي لجيمي وبيقول له على اللي حصل وانه مش عارف يوصل للورا دي، وكل اللي قدر يوصل له عنوان مرات ريتشارد. وتاني يوم بيروح روي لمرات ريتشارد وبيقعد معاها وبتقول له ان هي ما تعرفش اي حاجه عن حياه ريتشارد قبل الجواز، لكن كل اللي هي فاكراه كويس انه قبل ما يموت بيوم واحد بس كان راجع البيت بالليل متعصب جدا وبيكلم واحده في التليفون بصوت عالي، وان هي انتظرت لحد ما ريتشارد ينام واخدت الرقم اللي كان على تليفونه واتصلت بيه، وعرفت ان هي واحده اسمها اليزابيث. وبتقول له ان هي شاكه ان الست دي لها علاقه بقتل ريتشارد. ولما بيرجع روي للبيت وبيبحث عن اليزابيث دي على النت بيكتشف ان هي لورا لكن باسم تاني، وبيعرف ساعتها ان هي بقت كاتبه مشهوره، وبيعرف عنوانها من على النت. وتاني يوم بيروح لبيتها وبيتعرف على لورا. اول ما بتشوفه في اللحظه دي بيفتكر روي ذكرى ليه مع لورا كانوا قاعدين مع بعض في كافيه، لكنه ما بيفتكرش اكتر من كده. وبيسالها روي ان كانت تعرف حد اسمه ريتشارد، لكنها بتنكر ان هي ليها اي علاقه بيه، وبتقول له انه كان مجرد شخص مهووس بيها وبيطاردها. فبيديها المذكرات بتاعت ريتشارد وبيقول لها انه عارفها وكاتب اسمها في مذكراته، وبيطلب منها ان هي تقراها. وتاني يوم بيروح روي لواحد اسمه وين، وده كان شغال عند فيدر، ونعرف ان وين ده كان جندي وجات له حاله نفسيه بسبب حرب العراق، ولما رجع كان فيدر هو المسؤول عن علاجه وساعده وشغله عنده لانه ما كانش لاقي شغل. وبيركبوا هما الاثنين العربيه علشان وين يوصل روي بيته. في الطريق بيتكلم روي مع وين عن لورا، فبيقول له وين ان هي كانت ماديه ومستعده تعمل اي حاجه علشان توصل لهدفها، وبيحكي له عن علاقات فيدر النسائيه وانه كان بيصور العلاقات دي وبيشيلها في شرايط وسيديهات. وبيساله روي ان كانت علاقات فيدر الكتيره دي بتعمل مشاكل بينه وبين لورا، فبيقول له وين ان هي ما كانش فارق معاها اي حاجه، والمره الوحيده اللي سمعهم بيتخانقوا فيها بسبب حاجه هي كاتباها وبتقول ان هو سرقها. فبيساله روي عن المكان اللي كان موجود فيه ليله موت فيدر، فبيقول له انه كان في بار وكان فيه نادله في البار ده اسمها ديانا، وكانت واحده من اللي فيدر على علاقه بيهم. ولما بيوصل للبيت بينزل روي وبيشكر وين على التوصيله. وفي اللحظه دي وين بيطلع تليفونه وبيكلم حد في التليفون وبيقول له ان روي وصل لبيته. وبعد شويه تروح لورا البيت وبتديله المذكرات وبتدخل تتكلم معاه. واثناء الحديث بنشوف جيمي واقف بره بيراقبهم، وبتقول لورا لروي ان هي عارفه كويس حالته وان هو مش فاكر حاجه وعشان كده مش عارف ريتشارد. وبتقول له ان المذكرات دي كلها كذب، وان ريتشارد كان مريض نفسي وبيشوف حاجات مش موجوده، وان هي عمرها ما كان ليها علاقه بيه. فبيقول لها روي ان وين كل كلامه مشابه للكلام اللي في المذكرات، فبتدعي ان وين هو كمان مريض. فبيسالها عن الورق اللي كانت هي وفيدر على خلاف بسببه، فبتقول له انه كان في خلاف بينها وبين فيدر فعلا، لكن للاسف ما لحقوش يحلوه قبل ما يموت. فبيقول لها نتواصل مع الست اللي اسمها سوزان دي، فبتقول له ان هي كمان كانت متعاونه مع فيدر عليها وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيكون روي ماشي في الطريق ولسبب غير مفهوم بيكون شايل مسدس، وفجاه وهو ماشي بتطلع عليه عربيه وبتحاول تدوسه، لكنه بيلحق نفسه وبيطلع المسدس وبيضرب اللي سايق العربيه بالرصاص. وبيكتشف ان اللي كان سايق هو وين وروي قتله. فبيبلغ البوليس بسرعه وبيروح يسلم نفسه، وبيروح له جيمي وبيخرجه وبيروحوا على بار، وبيقول له انه اثبت براءته عن طريق تفريغ كاميرات كانت موجوده في الشارع اللي وين حاول يدوسه فيه بالعربيه، واثبت فعلا انه قتل وين دفاعا عن النفس. وبيقول له روي انه المفروض يقفل القضيه دي بقى، فبيستغرب روي منه بسبب الحاقه الشديد على قفل القضيه وبيشك فيه. وبيقول له ان هم اشتغلوا 30 سنه مع بعض، واي قضيه كانوا بيدخلوا سوا كانوا بيمضوا هم الاثنين مع بعض على القضيه، ما عدا القضيه دي كانت امضتك بس هي اللي موجوده. فبيزعل جيمي من روي وبيسيبه وبيمشي، وبيقعد روي بيشرب لحد ما بيخلص. وتاني يوم الصبح بيلاقي نفسه نايم في الشارع، ولما بيصحى بيلاقي في ايده مفكره مكتوب فيها اسم حانه كان بيقعد فيها قبل ما يفقد الذاكره، وكمان كان كاتب اسم النادله ديانا. فبيروح للمكان ده وبيسالهم عن ديانا، فبيقول له الراجل اللي هناك ان هي ماتت من 5 سنين. واثناء ما هو في الحمام بيفتكر ذكريات لديانا وهي بتجري منه، والمسرح الجريمه اللي اتقتل فيه فيدر، وحاجات تانية كتير. وبيفوق على اتصال من سوزان بتطلب منه يقابلها، فبيروح لها روي وبيتكلموا هما الاثنين عن البحث اللي كان عليه الخلاف بين لورا وفيدر. فبتقول له سوزان ان لورا جات لها قبل اسبوع من موت فيدر وقالت لها ان البحث ده بتاعها، لكن ما كانش معاها اي دليل على كلامها. ولما مات فيدر البحث ما اتنشرش، وبتديله كتاب من كتب لورا وبيكون بيتكلم عن البحث، وبتقول له ان هي نشرته باسمها. فبيسالها روي انت ليه ما بلغتيش عن البحث ده ان هو مش بتاعها؟ فبتقول له سوزان ان الشخص الوحيد اللي كان ممكن يعمل كده هو فيدر، وكان خلاص مات. فبيعرف منها روي مكان بيت فيدر، وبيروح له وبيلاقيه مهجور من بعد موته، ويدخلوا ويفضل يتمشى في كل حته. واثناء ما هو ماشي بيشوف لقطات وذكريات ليوم الحادث، وبيفتكر ان يومها كان في مضارب بيسبول متعلقه على الجدار،
وكان في مضرب ناقص، وبياخد روي جاروف من الغرفة اللي في الجنينة، وبياخد حديدة رفيعة وبيفضل يتمشى في الجنينة وبيغرس بيها في الأرض طول ما هو ماشي لحد ما بيوصل لحتة بتغرس فيها، ويعرف إن هي اتحفر فيها قبل كده، وبيحفرها لحد ما بيلاقي مضرب البيسبول الناقص، وبيلاقي عليه دم فيدر. وفجأة وهو واقف بتظهر لورا قدامه وبتقول له انه طلع بيكذب لما قال يوم الحادث انه مش لاقي سلاح الجريمة. وفي نفس اللحظة دي بيظهر جيمي ومعاه المسدس، وبيجبرهم هما الاتنين يدخلوا للبيت، وبيزعق جيمي لروي وبيقول له انت ليه مش عايز تنسى الموضوع ده؟ فبيسأله روي انت عملت ايه بالظبط وخايف تتكشف؟ فبيقول له ننظف الفوضى اللي حصلت في الليلة المشؤومة دي، وبيسأله ان كنت فاكر ديانا النادلة ولا لا؟ لكن روي ما بيكونش فاكرها، وبيقول له انا فهمت دلوقتي الوضع وايه اللي حصل بالظبط يومها. وبيقول له روي ان اللي حصل مراتك تعبت وما كانش معاك فلوس، ولورا جات لك وقتها وادتك فلوس علشان تستغلك في قتل فيدر وتاخد هي البحث بتاعها، واتفقتوا انكم تلفقوا التهمة لإسحاق. فبتقول لورا لروي فعلا ده اللي حصل، وعشان كده هي غيرت بيتها واسمها. لكن بعد سنين لقيت ريتشارد بيكلمها وبيتصل بجيمي وقال له عليها وعلى اسمها وان هي اللي قتلت فيدر، وان جيمي استغل المكالمه دي عشان يبتزها وياخد منها فلوس. لكن جيمي بينكر كل الكلام ده وبيقول له ان هي مؤلفه وكدابه، وهي اللي قتلت ريتشارد بنفس الطريقه اللي قتلت بيها فيدر، وهي ما قتلتهمش بايديها ولكنها كانت السبب الرئيسي في موتهم، وهي اللي بعتت وين علشان يقتلك بالعربيه انت كمان، لانها كانت مقصره عليه وبتتحكم فيه وبتستغل حالته النفسيه. فبتطلع لورا مسدسها وبتضرب جيمي، ولسه هتضرب روي بتلاقي جيمي ضربها ويقتلها. وقبل ما جيمي يموت بيقول لروي انه عمل كل ده علشانه، بس روي ما بيكونش فاهم هو قصده ايه. وروي بيبلغ الشرطه بكل الكلام وبيبرأ اسحاق، وبعدها الذاكره بترجع له بشكل كبير، وبنشوفه في جلسه مع الدكتوره بتاعته وبيفتكر امه ومكان ولادته. ولما بيروح البيت بيلم كل الورق والارشادات اللي في بيته، وبالصدفه بيجي تحت ايده صورته مع مراته، وبيشيل الازاز المتكسر من عليها، وبيكتشف الصدمه ان مراته هي النادله ديانا. وهنا بيسترجع ذاكرته كلها وبيفتكر اليوم اللي كان قاعد فيه مع لورا في الحانه، وبيفتكر ان يومها لورا قالت له ان مراته بتخونه مع فيدر وليها تسجيل معاه، وادت له كمان التسجيل ده. ولما رجع البيت شاف التسجيل وعرف ان كلام لورا كله صحيح. وقتها راح لبيت فيدر وقعد يضرب فيه بمضرب البيسبول لحد ما مات. وفي الوقت ده جيمي وصل له وخد روي وخد منه المضرب ودفنوه في الجنينه. وفي اللحظه دي بيندم روي جدا لانه هو اللي قتل فيدر وتسبب كمان في موت جيمي صاحبه اللي انقذه من الاعدام. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجايه. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.